قبل المشاهدة ندعوكم للضغط على زر لايك واشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد على القناة. السلام عليكم. يشهد يوم الأحد مجموعة من المباريات المهمة عن مجموعة من المسابقات العالمية والمحلية، البداية بالدوري الإنجليزي، حيث يواجه نادي ويستهام يونايتد خصمه نادي أرسنال على الساعة 5 بتوقيت السعودية و3 بتوقيت المغرب. سيتم نقل المباراة على قناة بين سبورتس 1 بتعليق خالد الحدي، ويواجه أستون فيلا نادي مانشستر يونايتد بداية من الساعة 8:30 بتوقيت السعودية والساعة 6:30 بتوقيت المغرب، وسيتم بثها على قناة بين سبورتس 1 بتعليق خليل البلوشي. وفي الدوري الإسباني يواجه نادي إشبيليا نادي أتلتيكو مدريد بداية من الساعة 8:30 بتوقيت السعودية والساعة 6:30 بتوقيت المغرب، وسيتم بثها على قناة بين سبورتس 3 بتعليق علي محمد علي. ويواجه نادي برشلونة نادي غرناطة بداية من الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية والساعة 9 مساء بتوقيت المغرب، وسيتم بثها على قناة بين سبورتس 1 بتعليق حسن العيدراوس. وفي الدوري الإيطالي يواجه نادي ميلان نادي نابولي بداية من الساعة 10:45 مساء بتوقيت السعودية والساعة 8:45 مساء بتوقيت المغرب، وسيتم بثها على قناة أبو ظبي سبورت بريميوم 1 بتعليق بلال علام. وفي الدوري الألماني يواجه نادي شتوتغارت نادي ماينز بداية من الساعة 5:30 بتوقيت السعودية والساعة 3:30 بتوقيت المغرب، وسيتم بثها على قناة بين سبورتس 5 بتعليق أحمد عبده. وفي الدوري الفرنسي يواجه نادي مونبيلييه نادي ليون بداية من الساعة 7:05 بتوقيت السعودية والساعة 5:05 بتوقيت المغرب، وسيتم بثها على قناة بين سبورتس 4 بتعليق جواد بدة. ويواجه نادي نيس نادي موناكو بداية من الساعة 10:45 بتوقيت السعودية والساعة 8:45 بتوقيت المغرب، وسيتم بثها على قناة بين سبورتس 4 بتعليق محمد بركات. ولحساب نهائي كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023 يواجه منتخب كوت ديفوار منتخب نيجيريا بداية من الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية والساعة 9 مساء بتوقيت المغرب، وسيتم بثها على قناة بين أفكون 1 بتعليق حفيظ الدراجي. وفي الدوري المغربي للمحترفين يواجه نادي اتحاد طنجة نادي نهضة بركان بداية من الساعة 4 وسيتم بثها على قناة 8 تمازيرت. ويواجه نادي يوسفية برشيد نادي نهضة الزمامرة بداية من الساعة 4 وسيتم بثها على قناة 4 الثقافية. ويواجه نادي الجيش الملكي نادي الرجاء الرياضي على الساعة 4 وسيتم بثها على قناة الرياضية. ويواجه نادي اتحاد توارغا نادي مولودية وجدة بداية من الساعة 6 وسيتم بثها على قناة المغربية. ويواجه نادي الوداد الرياضي نادي شباب المحمدية على الساعة 6 وسيتم بثها على قناة الرياضية. فرجة ممتعة للجميع